السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل والهنا والسعادة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى يا جماعة اكلتنا من غير فراخ ولا لحمة، حاجة اقتصادية قوي قوي قوي. يعني مكوناتها ان شاء الله تبقى متوفرة في كل بيت. اليوم اللي هتحتار فيه في الغدا هي الصينية دي، انصحك تعمليها. ما شاء الله كميتها حلوة، موفرة جدا. المكونات بتاعتها بسيطة قوي. قبل ما هبتدي، انا اسمي منى غيث ودي قناتي. نبتدي ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل على محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. بسم الله. انا معايا 3 معالق من الرز المصري المغسول عادي خالص، مغسول بس وحاطه كده في الطبق زي ما انتم شايفين، و3 بيضات، و3 بطاطسات، و3 بصلات مخرطاهم زي ما انتوا شفتوا كده، و3 قرون فلفل اخضر عليهم قرنين حار. طبعا القرون الحارة احنا متفقين ان هي اختياري، لو حابة تكنسليهم خلاص بلاش منهم، خليكي في القرون الفلفل الرومي الاخضر. تمام. بالنسبة للمكونات بتاعتنا قابلة للزيادة يعني ايه؟ يعني لو انت عندك بيض زيادة حط بيض، الصينية مش هتقولك لا. تمام. انا كل اللي كان عندي كانوا 3 بيضات فاشتغلت بيهم، وما شاء الله الصينيه طالعه حلوه قوي ومغذيه جدا وفيها مكونات وعناصر حلوه قوي. بص احنا ما خليناش في الصينيه دي حاجه الا وعملناها. طبعا البصل بتاعي انا فرمته كده في الكبه، والفلفل الاخضر برضو فرمته في الكبه. تمام، دول كده جاهزين على الاستخدام. في طماطمتين بس انا مش هستعملهم دلوقتي خالص، اللي انا حطيتهم زياده دلوقتي. في المقلايه كده نزلت بشويه من الزيت ومعلقه من السمنه. لو انتي مش حابه تحطي سمنه بلاش منها، كفايه الزيت. تمام. وبعدين بيقدح كده معايا وبروح نازله بكميه البصل، بس بسيب ربع كده في الطبق على جنب زي ما انتوا شايفين كده. تمام. الربع اللي انا سبته على جنب ده بيديني بقى تسكيره للصينيه، انا مش عايزاه يتقلى كله. ببتدي اقلي في البصل بتاعي لما ياخد لون إيه بسيط خالص كده فاتح، وبروح نازله بالفلفل بتاعي عليه وافضل اشوح برضو نفس الحكايه. تمام. وبعدين هنزل بالبصل اللي انا سبته على جنب وبعدين اشوحه تشويحه سريعه كده، مش بقليه بقى، انا عايزه البصل يبقى الحبه دول هم اللي يسكروا لي الصينيه بتاعتي. بنزل بالرز اللي هم 3 معالق من الرز عليه وبديهم تقليبه. بكون مجهزه جنبي الكتل وغاليه في ميه، بنزل بحوالي 3 كوبايات من الميه السخنه. تمام. ما هو الرز مش مستوي، الرز عايز يستوي. خلاص. وبنزل بمكعب ماجي. برضو كل الحاجة يعني مكعب ماجي ده اختياري بس هو بيزود حلاوة الصينية. ومعلقة من الملح، معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة، معلقة من البابريكا، معلقة من الفلفل الأسود. خلاص. معلقة من كل بهار كده اللي هو البهارات المعتادة، فلفل أسود، كزبرة، كمون، بابريكا. تمام. وخدي بالك من الملح بتاعك علشان احنا حاطين مرقة. بجيب بقى صينية كده وببتدي أبشر البطاطس بتاعتي، ببشرها كويس. وبعدين في طبق تاني بشرت الطماطمتين اللي انا كنت حطاهم على جنب دول. تمام كده. كل ده وانا شغاله والمكونات اللي انا حطيتها على النار بتستوي خلاص كده، يعتبر اتدخل يعني الرز خلاص استوى معايا. تمام. الرز بيغنيني عن الدقيق، يعني في ناس بتحط دقيق اللي هو الطحين، لو في حد يعني من دول تانية بيشوفني بيحطوا بدل الرز 3 معالق من الطحين او الدقيق. لا احنا الرز، بصوا الرز هيقوم بالواجب. تمام. بتجيبي بقى بوله كده حلوه تكون مرتاحه وتنزلي بالثلاث بيضات بتوعك. احنا قلنا ان الثلاث بيضات دول قابله للزياده، لو عندك زياده وعايزه تضيفي اكتر ضيفي بيض براحتك. ومعاه كان في كيس خضره كده، شبت وكزبره في الفريزر عندي، فكيته وحطيته على طول. يعني فتحت الكيس وحطيته على طول. انا لما بفرزها ما بطلعش الخضره تفك. تمام. بحطها وهي متلجه لان انا ببقى غسلاهم ومخرطاهم ومصفيهم كويس، وبفرزهم في الفريزر يبقوا جاهزين على الاستخدام. طبعا البطاطس بتاعتي شوفوا طلعت ميه قد ايه، لازم تعصريها كده بين ايديك. تمام. مش شرط مصفى ولا حاجه، انا عايزاكي بس تستغني عن الميه اللي هتنزلها زياده. خلاص. وبديها بقى تقليبه كده وبنزل بمعلقه من البيكنج باودر. البيكنج باودر فايدته ايه في الصينيه ده؟ عشان متبقاش مكتومه. طبعا الخليط بتاعي خلاص زي الفل استوى جدا. احنا طبعا مقلبين البيض مع البطاطس فمش هنخاف ان هو يفتل معانا ولا حاجه. تمام. بتجيبي بقى الصينيه بتاعتك، انا جبت صينيه المستطيله كبيره يعني مش صغيره، صينيه فرن، ونزلت بالكميه ولقيت الكميه زياده رحت عامله صينيه صغيره جنبها.
سويتهم كده في الصينيه، طبعا دهنتها دهنه زيت ودخلتهم في الفرن عشان البطاطس بتاعتنا مش مستويه. وخلاص وبصوا يعني حاجه كده في سرعه البرق. الصينيه القمر بتاعتنا طلعت كده من الفرن ان شاء الله. دي بقى تنفع للغدا وتنفع للعشاء وتنفع حلوة قوي للسندوتشات في المدارس، مغذية جدا. تنفع للانش بوكس، تتحط خرط كده بس. الولاد فرحوا بيها قوي، ريحتها كانت حلوة جدا. مش مكلفة. هتاكليها برز بشعرية، مكرونة، بعيش، زي ما تحبي. هتسد معاكي في اي حاجة، اقتصادية مش مكلفة وسريعة، وهتظبط معاكي زي ما تحبي. هتوفقيها. اتمنى من كل قلبي ان تكون الوصفه عجبتكم، واتمنى تجربوها. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بقدمه. كنت معاكم انا منى غيث، اشوفكم على خير. باي باي.